مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في شرح الشاطبية. ما زلنا في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وصلنا إلى البيت 96 بعد 100 مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة. حياكم الله. حياك الله. أهلا بكم. مرحبا بك. نقرأ مشاهدينا الكرام البيت الأول في هذه الحلقة. يقول الناظم رحمه الله كما هو أمامكم على الشاشة: وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على. وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البيت الذي تفضلتم بقراءته من الأبيات الحقيقة المهمة في هذا الباب، وطبعا الحديث عن حمزة والكسائي وما يميلانه ما زلنا نتكلم هذا الربط ما بين الأبيات. فكان الحديث عن بداية وحمزة منهم والكسائي وبعده أمال ذوات الياء حيث تأصل، وبينا كيف تكتشف وإلى آخره. وفي هذا البيت يقول لنا بعد الحديث عن ذوات الياء: قد يأتي هناك بعض الكلمات أصلها ليس يائي، أو أنها مجهولة الأصل، لا ندري هل هي يائية ولا واوية، ولكنها تمال لسبب آخر غير سبب أنها ذات ياء، وسبب إمالتها هنا هو رسمها بالياء في المصاحف. ألف رسمت ياء. نعم. وغالبا أن سادتنا وسلفنا رحمهم الله كانوا غالبا يرسمون ما كان أصله يائي بالياء، وما كان أصله واوي بالواو، لكن أحيانا قد تخرج عن القاعدة بعض الكلمات. نعم. فهنا المرسوم بالياء يمال عند حمزة والكسائي وإن كان منقلبا عن واو أو مجهول الأصل، إلا ما استثنى كما سنذكر بعد ذلك. نعم. إذن خلاصة هذا البيت أن حمزة والكسائي يميلان ما رسم بالياء مما هو مجهول الأصل أو أصله واوي. يعني من أمثلة ذلك مثلا القوة، الضحى، ضحوت، الضحى معروف واوية. نعم. ولكنها رسمت بالياء فأميلت. نعم. هنا طبعا استثنى الناظم 5 كلمات رسمت بالياء ولكنها لا تمال، اللي هي ذكرها غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على. لاحظ هنا ال5 كلمات: لدى وزكى وإلى وحتى وعلى. نعم. هذه الكلمات ال5 مرسومة بالياء ولكنها لا تمال. وأمثلتها طبعا كثيرة في قوله تعالى: لدى الحناجر. وهنا كما نبه الشراح ليس منها لدى الباب، لأن لدى الباب مرسومة بجميع المصاحف بالألف، فهي ليست مرسومة بالياء حتى نتكلم عليها. بطبيعة الحال هي ليست يائية، هي رسمت بالياء أو بالألف، هي مستثنى ولا تمال. نعم. يعني هي مستثنى بأصل رسمها. وما زكى منكم من أحد، أيضا قوله تعالى: ما زكى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وحتى أينما وردت إلى حرف الجر، وعلى كذلك رسمت بالياء ولكنها لا تمال فيها، رسمت بالياء ولكنها لا تمال. طيب، تعطينا البيت الذي يليه. يلا. بسم الله. وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع ابتلى. وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع ابتلى. نعم. جميل. هنا طبعا نتأمل نظم البيت: وكل ثلاثي يزيد، يعني كل حرف جاء ثالث حرف في الكلمة وبعده زائد، بعده من الكلمات الزيادة أو في الكلمة فيها زيادة، فإنه ممال. وأعطانا مثال على ذلك، قال هنا طبعا ألف وقعت ثالثة في الكلمة ولا من لها وهي منقلبة عن واو، فزادت الكلمة على 3 أحرف، فإن ألفها بسبب هذه الزيادة عن الأحرف ال3 فإن ألفها تكون منقلبة عن ياء فتدخلها الإمالة، والزيادة تكون التي دخلت على هذه الكلمات إما بالتضعيف وإما بالهمز أو بالهمز والتضعيف معا أو بزيادة أحرف الزيادة في سألتم بأحرف المضارعة نأتي
لهذه أو الحروف الزيادة بشكل عام، مثل أنجى، اعتدى، استغنى، استعلى، فتعالى. هذه كلها زيادة، هذه كلها دخلتها حروف، يعني كلمات فيها حروف دخلت عليها زيادة. وهنا نتأمل أنه الألف طبعا ثالث حرف في الكلمة وليس متطرفا. إذا بتلاحظ أن الألف هنا في وسط الكلمة، يعني لو تجد مثلا أنجى، نعم، هنا متطرفة، لكن أحيانا بتكون مثلا زكاها مثلا، زكاها، نعم، أحسنت، جاءت في وسط، جاء بعدها الهاء والألف، مع أنه لو أنها جردت من الهاء والألف ستكون آخر حرف نعم. في الكلمة زكى، لكنها زيدت فأميلت لأجل هذا الملحظ. نعم. أو مثلا يتزكى، سواء كان هذا المزيد فعلا أو كان اسما مثل أدنى أو نعم أو أزكى. نعم. هو الكلمات هذه سواء كانت أسماء أو أفعال. طبعا هنا قال العلماء أنه كأن هذه الألفات في الأصل واوية، لكن الزيادة جعلتها يائية. نعم، تمام. نعم. يعني الآن زكى، زكوت، زكى يزكو أو زكوت. أيوة. ولكن عندما زيدت وصارت مثلا تمام. زكى، وهذه هي العلة التي جعلت لأجلها تمال. والدليل على ذلك مثلا يعني أنجينا، أنجينا، نجا ينجو، ولكن أنجى ينجي. نعم. نعم. اعتدى، هذه عدا يعدو، في الأصل هي نعم. واوية، لما زيدت صارت اعتدى، فصار اعتدي، صارت الدليل على أنها انقلبت، تحولت إلى يائية. نعم. فعندئذ تمال الألف فيها إمالة كبرى عند حمزة والكسائي. نعم. جميل. طبعا هنا طبعا في إمام هذا الفن ومن كبار شراح الشاطبية الإمام أبو شامة يقول إنه هذه الكلمات قد تأتي اسما وقد تأتي فعلا، ومثل ذلك بالأسماء نحو أدنى، هي أصلها دنوت، فلما صار أدنى صارت هنا اسم. ويكون فعلا مثل أنجى، ويكون فعلا مضارعا مبنيا للفاعل نحو يرضى، ويكون مبنيا للمفعول مثل يدعى. هذه أمثلة كلها. ثم الحقيقة هنا أيضا بعض الشراح أخذ على الشاطبي رحمه الله أنه لم يمثل للفعل المضارع ولا للاسم، ويخشى أن الناس يفهموا أنه لم يدخل فيها الفعل المضارع ولا الاسم في الأمثلة التي ذكرنا. لكن العلماء يقولون العموم قائم على أصله، والعموم هنا مطلوب. التعميم يفيد وكل ثلاثي يزيد. لما قال كله عمم، بغض النظر عن التمثيل الذي مثل به. المثال لا يخصص هذا العموم. طبعا المثال هو قالوا على سبيل المثال، دائما يقولوا على سبيل للحصر. المثال للحصر، فهو أتى بأمثلة للدلالة على هذا الأمر، وليس الأمر محصورا بالأمثلة التي ذكرها. طيب نستمع إلى الثلاثي المزيد وتطبيقه مع الشيخ نزار. وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي قد أفلح من زكيها سبحانه وتعالى عما يشركون. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ذلك أزكى لهم. منها الأفعال ومنها الأسماء. هذا الثلاثي مزيد عن التمثيل واضح. نعم. طيب البيت الذي يليه يقول الناظم كما هو أمامكم على الشاشة: ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ميلا. ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ميلا. نعم. نعم. هذا الحقيقة تخصيص كما يقول العلماء بعد تعميم. تخصيص بعد تعميم، خاص بعد العام. أخذ فعل أحيا وقال أحيا تمال لكليهما إذا كانت متصلة بالواو وأحيا. نعم. فإن كانت متجردة عنها أو متصلة بالفاء أو ثم، فإن الكسائي وحده هو الذي يميلها. إذن
أحيا يجتمع في إمالتها كل من حمزة والكسائي إذا كانت مع الواو وأحيا وأنه هو أمات وأحيا. نعم. أما إن كانت مع الفاء أو ثم أو متجردة عنهما عن هذه الأفعال عن هذه الحروف فإن الذي يميلها هو الكسائي وحده دون غيره. وفيما سواه يعني فيما سوى اجتماعها مع الواو فيما سواه. نعم. وفيما سواه كما قلت تأخذ ثلاثة أمور، إما أن تكون مع الفاء وهذا وارد في النص القرآني، إما أن تكون مع الفاء، وإما أن تكون مع ثم، وإما أن تكون متجردة عن هذه الحروف كلها. الذي أحياكم من أحياها فأحيا به الأرض ثم أحياهم، أو مثلا ومن أحياها إن الذي أحياها. كل هذه للكسائي، ونرى كيف أمالها الكسائي. تمام. وحمزة في وأحيا ومالها الكسائي وحده فيما سواه. تمام. مع الشيخ نزار. نعم. وأنه هو أمات وأحيي وهو الذي أحييكم ومن أحييها فكأنما أحيا الناس جميعا إن الذي أحييها لمحيي الموت. جميل. نتابع الأبيات. نعم نتابع الأبيات. هنا ما يختص به الكسائي وفيما سواه الكسائي ميلة. نعم. وهناك متابعة لما اختص به الكسائي. نعم. هذا بيسموه الاستطراد. استطرد الآن لما قالوا فيما سواه الكسائي ميلة استطرد بعدها في الكلمات التي يختص بإمالتها الكسائي. طيب. أعطينا جميل. الأبيات أمامكم على الشاشة. يقول الناظم: ورؤياي والرؤيا ومرضاتي كيفما أتى وخطايا مثله متقبلا ومحياهم أيضا وحق تقاته وفي قد هداني ليس أمرك مشكلا وفي الكهف أنساني ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني بمريم يجتلى وفيها وفي طاسين آتاني الذي أذعت به حتى تضوع مندلا وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. تمام. كما قلت هذه الأبيات هي الكلمات التي اختص بإمالتها الكسائي وانفرد بإمالتها الكسائي ولم يوافقه على هذه الإمالة حمزة رحمهم الله أجمعين. أول كلمة اللي هي رؤياي التي هي مع الياء المتكلم. رؤياي إن كنت أفتوني في رؤياي هذه الكسائي. ثم أتى والرؤيا التي هي المعرفة بأل، وهذه وردت في عدة للرؤيا تعبرون قد صدقت الرؤيا لقد صدق الله رسوله الرؤيا، كلها تمال عند الكسائي الرؤية بإمالتها. ثم الكلمة الثالثة اللي هي مرضات أيضا تبتغي مرضات أزواجك مرضيت ابتغاء مرضات الله مرضية الله. أيضا خطايا في كيفما وقعت خطاياكم خطاياهم خطايانا. نعم. يميلها الكسائي وحده. محياهم ومماتهم في الجاثية اللي كلمة محييهم. نعم. حق تقاته في سورة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلا أن تتقوا منهم تقاه ممالة لحمزة والكسائي، ولذلك لاحظ هنا قيد تقاته حق تقاته ليس سوى. أما اتقوا اللي هي إلا أن تتقوا منهم تقاه هذا على أصل القاعدة ذوات الياء الممالة عند حمزة والكسائي، ولذلك كلمة حق هنا قيد. كلمة حق قيد وليست رمزا طبعا. لا أقصد بالرمزية هنا. نعم. لكنها قيد لتخرج موضع حق تقاته في سورة آل عمران. نعم. وقد هداني أيضا في سورة الأنعام، أيضا هنا قيده بقد هداني. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. نعم. ولو أن الله هداني هذه الكلمات هذه لحمزة والكسائي. وقد هداني في الأنعام قل أتحاجوني في الله وقد هداني. نعم. وقد هدين. وما أنسانيه إلا الشيطان،
وننبه على أنه بيقرأها بالهاء بكسر الهاء. وما أنسينيه إلا الشيطان أن أذكره، يقرأها حمزة الكسائي بالإمالة. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. عصيني أيضا هنا ومن مع. وأوصاني بمريم أوصيني بالصلاة والزكاة. آتاني الكتاب آتيني الكتاب. وانتبهوا أنه الإمالة الألف الثانية مش الألف الأولى. آتيني. نعم. في بعض آتيني. نعم. آتاني الله. فما آتاني الله في سورة النمل. آتيني الله خير. نعم. أيضا تلاها وطحاها في الشمس. تليها وطحيها، هذه أيضا من ما اختص به الكسائي. نعم. سجى في قوله تعالى إذا سجى في سورة الضحى. نعم. وأيضا دحاها في سورة النازعات. والأرض بعد ذلك دحيها. هذه كلها كلمات حقيقة في ما يختص به الكسائي. الحقيقة هذه تعداد الكلمات التي اختص بها الكسائي. دعونا الآن بس نتأمل بعض الأشياء التي في الأبيات. أخي أحمد إذا سمحت لي. تفضل. لما قالوا محياهم أيضا وحق تقاته وفي قد هداني ليس أمرك مشكلة. طبعا تكميل ليس أمرك مشكلة يعني الأمر واضح جلي بالنسبة لك. وفي الكهف أنساني ومن قبل جاء من عصاني. ما قال ومن قبل يعني قال هذه في سورة إبراهيم. نعم. قبل قال كأنه قال إن قدمت الكهف قال ومن قبل. فلذلك بعض الناس قد يسأل ما المقصود به من قبل اللي هي سورة إبراهيم ترتيب المصحف. نعم. وأوصاني بمريم يجتلى. واليجتلى هنا ليس رمزا كما هو معروف لدينا لأن هذه كلمات للكساء وحده. وفيها وفي طاسين. طاسين هنا نعبر عنها بسورة النمل التي هي بدأت في طاسين دون غيرها من السور. الذي أدغمت به حتى تضوع مندلة التي اللي هي أذعت عفوا. آتاني الذي أذعت به حتى تضوع مندلة. أذاع وتضوع هي تعبيرات عن العطر والمسك الذي يفوق العنبر الذي يفوق. وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. هذا البيت الأخير أعطانا الكلمات الأخيرة اللي ثم قال وهي بالواو تبتلى تختبر وتمتحن. يعني الاختبار هذا اللي هي هذه واوية يعني إذا ابتليت وجدت أنها واوية لكنها مرسومة إيه؟ بالياء. مرسومة بالياء. فنص على ذلك في آخر هذا البيت قال وهي بالواو تبتلى. نعم. جميل جميل. طيب نستمع إلى التطبيق فيما اختص به الكسائي من الإمالات دون حمزة. أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. هذا تأويل رؤياي من قبل تبتغي مرضية أزواجك ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء سواء محييهم ومماتهم اتقوا الله حق تقاته. قال أتحاجوني في الله وقد هدين وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ومن عصيني فإنك غفور رحيم. وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا آتيني الكتاب وجعلني نبيا فما آتيني الله خير مما آتيكم والقمر إذا تليها
والأرض وما طحيها والليل إذا سجي والأرض بعد ذلك دحيها. هذه إمالات الكسائي دون حمزة. نعم. نعم جزاكم الله خيرا. نأتي إلى أسئلة الحلقة. الأسئلة طبعا قبل أن الأسئلة بذكر أنه يا إخواني ضرورة ضبط هذه الكلمات وحفظها. هذه الأبيات يعني أنا دائما ندعو إلى حفظ أبيات الشاطبية، لكن الأبيات التي فيها الكلمات فيها التي حصر للكلمات صحيح. دون غيرها هذه أجدر بأن تحفظ. لا سيما يا شيخ أنه بعض الكلمات مثل والليل إذا سجى، يعني إذا نريد أن نقرأ لحمزة فرضا سورة الضحى، نعم. سنبدأ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. فهنا يعني ربما تكون المواطن خفية بين المواطن الممالة. نعم هي أحيانا تكون موطن بين موطنين، تحتاج إلى يقظة أيضا، تحتاج إلى أن يكون يعني يكون متنبها القارئ الكريم جزاه الله خير. فهي دعوة متجددة دائما أن نحفظ هذه الأبيات وأن نتابعها، لا سيما التي تحصر الكلمات. حصر نعم حصر الأبيات، وسيأتي معنا كثير من الاستثناءات والخروج عن القواعد. هذه مهمة جدا أن يكون الإنسان حافظا لأبياتها. طبعا. أما الأسئلة طبعا السؤال الأول: ما قاعدة مرسوم الياء ما رسم بالياء في الإمالة؟ ما قاعدة المرسوم الياء بالإمالة، ولماذا نص عليها الشاطبي نصا صريحا؟ ما الذي، أو السؤال ممكن يأتي بطريقة أخرى: ما الذي دعا الشاطبي رحمه الله أن ينص على ما رسم بالياء في إمالة حمزة والكسائي؟ الشيخ عفوا، تقصد أن هناك بعض الكلمات أصلها واوي؟ نعم. ولذلك رسمت أنت مع ذلك رسمت الواو بالياء. نعم بالياء. نعم يعني هو نوع آخر من الإمالات. السؤال الذي كان في الحلقة الماضية إنه ذوات الياء، الآن هذا السؤال هو ما الذي دعا الشاطبي أن ينص على ما كان مرسوما بالياء للإمالة؟ فهذا عرفت إجابته يا شيخ، غششناهم. طبعا. طيب جيد، دعنا نسمع الإجابة منهم إن كانوا قد عقلوها عنك يا شيخ أحمد. طيب. السؤال الثاني: ما الكلمات التي استثنيت مما أميل بسبب الرسم؟ عدد الكلمات الخمس، هذه كمان نوع من الإرشاد نعم. عدد الكلمات الخمس تلميح بالإجابة التي استثنيت من الإمالة بسبب مرسوم الخط. رسمت بالياء ولكنها لا تمال. كلمات 5 رسمت بالياء ولكنها لا تمال. نعم. عددها مع الشاهد من الشاطبية. اشرح، سؤال نعطيه أحيانا شرح، اسمع منكم الشرح كما تسمعونه منا. اشرح قول الشاطبي رحمه الله: وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع ابتلى. هذا أريد من الإخوة المسلمين أن يشرحوا هذا البيت كما سمعوه وكما فهموه أثناء القراءة. السؤال الرابع، أظن الرابع الآن وصلنا. كلمة أحيا استثنيت من الإمالة لحمزة والكسائي. وضح هذا الاستثناء، بين أو فذلك، كان الشيخ يقول فذلك هذا الخلاف الذي بين حمزة والكسائي في كلمة أحيا في الإمالة. والسؤال الأخير: عدد الكلمات التي انفرد بإمالتها الكسائي دون حمزة. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم. مشاهدينا الأعزاء، نتابع إن شاء الله في الحلقة القادمة باب الإمالة والفتح والإمالة وبين اللفظين في الحلقة القادمة بإذن الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نزاهة عن منطق الهجر مقوالة، ولكن